HR وbusiness وstrategy تطور طبيعي. اللفة بقى بتاعة الفن دي أنا الحقيقة مش مفاجأة. فأنا كان بالنسبة لي واحدة متمردة إنه لأ، إيه هو الكلاسيكال؟ أنا تعالَ نgo بالعكس. non classical. وإيه اللي كان بيوجعِك أوي وتروّحي البيت مش قادرة تبيّني، بس من جواكِ عايزة تقفلي الباب عليكِ وتقعدي تعيطي؟ كلمة you're different دي أنا سمعتها في حياتي أكتر ما سمعت اسمي. مع إنِّك لفيتِ ورُحتِ وجيتِ واشتغلتِ، بس دي بالذات كانت بالنسبة لِك شاكوش على راسِك. ولو وقعتِ هيحصل إيه؟ إمم. هتعملي إيه؟ هتاخدي بعضِك وترجعي؟ من وإليه، أرجع بلدي وتمام وزي الفل. النهارده جايين بحكاية جميلة جدًا من حكايتها بودكاست مع حد عمل دايرة كاملة 360 حاجات غريبة وكتيرة، من HR لCEO لفرنسا لأمريكا للميدل إيست، وبعدين إيه بقى النهاية؟ الفن. تعالوا نشوف مع بعضينا حكاية حنان درويش. ازيك يا حنان؟ إزيك يا أنا مالي؟ سعيدة جدًا إن أنتِ معانا النهارده في حكايتها بودكاست، أنا اللي وسعيدة أسعد. جدًا. أنا لمّا شُفت الفن بتاعِك ما صدقتش، قُلت يعني إيه ال360 درجة الرهيبة دي؟ ولا أنا. يعني والدنيا خدتِك وودِّتِك، أيوه، ويعني مش عايزة أقول أيوه. نعرف بعض من سنة كام، مش لأ عايزة ما أحُط تقوليش الرقم، بقى، مش عايزة اوعي، أحُط الرقم. اوعي. إحنا أطفال وإحنا أيوه، بس بنات، أنا حصل سعيدة كده. جدًا، جدًا إن أنتِ معانا النهارده، وعايزين نعرف المسيرة بتاعتِك مشيت إزاي، لإن مش أي حد بيطلع للinternational corporate. دي حاجة مش سهلة جدًا إنِّك تشتغلي في شركات عالمية في بلاد أوروبية وتبقي CEO، يعني دي برضه حاجة مش سهلة. فعايزين جيبي لنا الحكاية، وفي النُص عايزين بقى نعرف ال التحديات والصدمات والوقوف تاني، وبعدين الفن. هنتكلم عن الحكاية طويلة أوي يا منى، لأ، يعني إحنا لا هنختصر، هنعدها. بس لازم نخش في دهاليز الحكاية، ونخش كمان في الست ورا الكواليس. صح. أوكي، ومشاعرِك واللي حصل فيكِ كست، وإزاي وصلتِ، لإن دي نقطة مهمة. عايزين برضه آآ ندّي نوع من زي ما نقول inspiration للستات، إزاي ممكن يسلكوا الطرق ديًّا، وممكن يوصلوا لإيه، لإن الطرق صح. مش كل طرق بتوصّل إلى نفس النتيجة في النهاية. طب أنا هاحكي لِك حكاية لذيذة أوي آه. من وأنا صغيرة، أنا هاخدِك كمان من قبل بقى طب حكاية شُفتِ؟ الcorporate والinternational. فاضيين يا إحنا جماعة كلنا قاعدين مع بعض. أيوه. هي قصة مسلية. أيوه. لأ، هي القصة ابتدت إن إحنا family، أنا وأختي وبابايا ومامتي. مامتي ما بتشتغلش، وبابايا دكتور. فكان تملي بيتقال له: "هو أنت ما عندكش ولاد؟ إمم. يعني إزاي بقى والcareer بتاعك ولازم يبقى عندك ولاد." والكلام ده كله. المهم هو كان بيعاملنا إن إحنا ولاد، إن هو ما خلفش بنات. آه. فكانت وأنا واحدة مقتنعة إن لمّا تبُصّي على الcareer بتاع حد، ارجعي شوية وشوفي الbackground بتاعه كان عامل إزاي والدنيا آه. عنده كانت عاملة آه. إزاي. آه. فأنا بابايا كان طول عمره بيعاملني على الولاد وأنا ما كنتش بابقى واخدة بالي، إمم. لدرجة إن مرة حد من أصحابي قعد بيكلمني يقول لي: "هو في حاجة يعني أنتِ باباكِ بيتكلم معاكِ، روحي حنون هات مش عارفة إيه، أنت جبت يعني بيتكلم معاكِ إن أنتِ آه ولد." فعلًا؟ قُلت له: "أنا ما خدتش وأنتِ ما بالي كنتيش مركّزة في الحتّة دي. خالص." أنتِ عارفة إن هُم كانوا بيقولوا لي برضه يا واد يا أمين. فكّرتيني، أيوه. فكّرتيني. فأنا اللي هو ده إيه ده بجد. بس هو الفورمولا دي هي اللي خلّتني عارفة اللي هو تبقي معتمدة على نفسِك. وتملّي بقى اللي هو بقى إيه، ما عنديش بنات بيقعدوا في البيت. إمم. أنا بناتي لازم يشتغلوا، أنا بناتي لازم يبقوا معتمدين على نفسهم، حتى اللي اتجوزوا واحد معاه ملايين الدنيا لازم. إمم. فالحكاية دي كانت من جوايا اللي هو إيه، طب يالّا تحدي ورا تحدي. عملت حاجات كتيرة أوي، يعني أنتِ شايفة الcorporate. لأ، أنا قبل الcorporate وأنا في الجامعة اشتغلت مضيفة طيران. فعلًا؟ يعني دي بُصّي ما أنتِ، ده لأ، دي دي جديدة معلومة دي. دي معلومة دي بقى جديدة جديدة نوبي بالنسبة دي. لي. آه. اللي هو طب ما هو إحنا لسه في الجامعة، تعالوا ما نجرّب. رُحت اشتغلت مضيفة طيران سنتين. سنتين طبعًا أمي كانت فيها طبعًا كانت منهارة يعني، طبعًا، وقُلت عشان ما طبعًا. نخسرهاش. فاللي هو بطّلت. اشتغلت time share وأنتِ عارفة قصة أيوه time طبعًا، share يعني. طبعًا. وقعدت time share اللي هو طب ما نجرّب time share ده فيه إيه. فأنا كان بالنسبة لي واحدة متمردة إنه لأ، إيه هو الclassical؟ أنا تعالَ نgo بالعكس. non classical. إمم. هو بقى إيه. ودي
الحاجة اللي خلّتني تملّي اللي هو إيه، الظاهر بيبان لِك حاجة، بس أنتِ ممكن تبقي تجرّبي حاجة تانية وتنفع وتمشي. إمم. وكانت بالنسبة لي يعني موضوع الcorporate ده إن أنا أسافر فرنسا، يعني أنا واحدة English education إمم. و يعني إن هم ياخدوا واحدة مصرية وإن هم يودّوها لأ، فرنسا. وإنِّك تاخدي كل عيلتِك معاكِ، ده دي موضوع تاني بقى برضه shopping. لأ، ده آه، عيلتي لفِّت معايا كتير أوي. دي قصة مش سهلة. ودي بقى يعني وبصراحة يعني لو أنا هادّي credit لحد هادّي credit لأمير جوزي يعني، إمم. لإن هو كانت بالنسبة له آآ تعالي نبُص هو في إيه حلو للولاد. إمم. ما أنتِ كنتِ ممكن أسافر الإمارات، صح. هتروحي وتعملي فلوس أكتر إمم. وكان زمان الإمارات مختلفة عن صح. فأنا بالنسبة لي لأ، طَب أنا هاروح فرنسا. بالنسبة لي ونروح ونشوف إيه اللي هيحصل. قعدتِ قد إيه في فرنسا؟ قعدت في فرنسا 8 سنين. إمم. إمم. فاللي هو طَب نشوف إيه اللي هيحصل. طَب ما هو أنتِ كنتِ مودية ولادِك مدارس English وأنتِ ما فيش English. طَب خدي بقى تحدي تاني، طَب ما تمسكي بقى HR فرنسا. طَب HR فرنسا وحضرتك دي قصة. والunions إمم. بقى وكل مرّة كل حد اللي هو يعني الناس بتقول واللغة، لي اتعلمتِ هتُقع اللغة هناك؟ دلوقتي. طبعًا. إمم. ما هو أنتِ ما لكيش حل. آه. أنتِ هتتعاملي مع الunion حاولي كده تتكلمي معاهم مرّة بالEnglish ده ولا يعني مش هيسمعوكِ لأ قصدِك؟ ما تمامًا مش ولو سمعِت مش هيمشي هيفهمِك. بقى خلاص. أيوه ده مشّوها بقى. بالضبط. فكل مرّة اللي هو بتاخديها عارفة بالضبط كده يقولوا وشايلة كفنِك على إيدِك. آه. اللي هو طَب ما هنشوف الدنيا هتمشي إزاي. يا جماعة ولو وقعت هيحصل إيه؟ إمم. هتعملي إيه؟ هتاخدي بعضِك وترجعي؟ منه وإليه، أرجع بلدي وتمام وزي الفل. وهكذا العملية مشيت. وبعدين ومش عارفة بقى ده كان من نصيبي والّا إيه، اللي هو كل ما تعدّي تنطّي barrier تبُصّي تلاقي طَب حلو أوي، مش barrier يالّا بقى خدي خُدي challenge تاني الأعلى، أمريكا بقى. خُدي الأعلى آه. روحي أمريكا. أمريكا دي كانت طَب بالنسبة لي برضه يا حنان باي باي. أنتِ رايحة فين؟ يعني والفكرة بقى إن أنا في وسط الحكاية دي كلّها تخيّلي بقى، يعني خلّي بالِك إحنا أهالينا لمّا بيكبروا وفي إمم. السِن الدنيا بتبقى إمم. صعبة، بتبقى البُعد عنهم عُمر ما أبويا وقف مرّة واحدة يقول لي لأ خليكِ جنبي. آه. لأ يالّا روحي وماله إيه المشكلة. آه. فاللي هو بتجرّبي. رُحت أمريكا وكان context طبعًا صعب جدًا إمم. وكل حاجة. ورُحت أنا وبنتي وجوزي وابني في فرنسا. فقعدنا سَنة تقريبًا لأ، بس إحنا هي الاتنين طبعًا مع كده بعض. مش آه. وبنوتي صغيرة ومش فاهمة أي حاجة، فأنتِ هتشتغلي والّا هتخلّي بالِك من بنتِك والّا هي رايحة مدرسة جديدة آه. والّا سِن المراهقة. وساعات لو العقل بيقول لِك ما تروحيش، إمم. لأ، الدنيا مش يعني مش هتمشي. إمم. إمم. سبحان الله. إمم. حُطّي قعدتِ في رجلِك أمريكا بس. إيه؟ قعدت في أمريكا 3 سنين. برضه. آه. حُطّي بالsetup ده اللي هو أنتِ وبنتِك لأ، جوزي بقى جه. وجوزي أول ما جه كان يعني عقبال ما جالي بقى قُلت له هنرجع بقى. لِف وارجع تاني. فليه لِف وارجع فاللي هو عارفة بتبقى حالة من الchaotic. وساعات حتى ولادِك لمّا أنتِ بتعملي الmoves دي أثّرت عليهم؟ آمم وقتها إمم. لأ وقتها إحنا كنا بنعدّي في كل مرحلة من المراحل وespecially بنتي حبيبتي كانت طبعًا يعني هي اللي كانت بتاخد يالّا بينا. اللي هو تصحى الصبح قُلت لها عندِك choice تقعدي في فرنسا والّا تيجي معايا أمريكا. قالت لي يالّا بينا، إمم. طالعة معاكِ. إمم. فبالنسبة لها كانت العملية يعني مش سهلة وpsychologically وchanges. وبعدين دلوقتي لمّا تيجي تسأليهم بعد بقى الدنيا ما عدِّت وأنتِ خلّي بالِك أنتِ فأنتِ إمم. كل مرحلة بتُقفي تقولي إيه، أنا مش عايزة أبقى سبب إن أنا يحصل أبهدل لهم trauma ولادي آه. وتروما أو الكلام ده كله. دلوقتي لمّا بيتكلموا يقولوا لي هي دي أحسن حاجة عملتيها لنا. فعلًا. إمم. لإنها ما عشناش في الcomfort zone، ما عشناش في الcommunity بتاعتنا في مصر، ما عندناش أصحاب قد مثلًا اللي هو بتاع المدرسة، لإنهم كانوا آه. كل ما بيعملوا صحاب باخدهم أنقلهم في حتة تانية. آه. فهي بتبقى challenges. بس ودي اللي أنا اتعلمت منها، اللي هو خُدي الchallenge. هي إمم. كلمة لأ، هو هيحصل إيه؟ إمم. يعني إيه اللي ممكن أدام ربنا جابها لِك، إمم. خُديها. إمم. مشيت، آه، مشيت. بس الحياة ما مشيتش سهلة كده. لأ، ما مشيتش سهل. آه. يعني القصة مش لأ، لأ، بالساهل. لأ، لأ، ما يعني أنتِ جاش بتحكيها سهل. كده إنما أكيد فيها شوية سكاكين على شوية لأ، سكاكين ومطاوي آه. وكل حاجة في الدنيا يعني. و اتصرّفتِ إزاي؟ وإيه آمم اللي كان بيوجعِك أوي وتروّحي البيت مش قادرة تبيّني، بس من جواكِ عايزة تقفلي الباب عليكِ وتقعدي تعيّطي؟
وده اللي كان بيحصل، أنتِ بتقفلي الباب عليكِ إمم، وبتقعدي تعيطي ومش عيب، إمم، يعني اللي هو إمم، أنتِ لازم تبقي، ومش عارفة دي ميزة والّا عيب، إن أنتِ تباني إن أنتِ جامدة إمم، وواقفة على رجليكِ، إمم، فكلّه بيبُص لِك، ده إمم، هرم، إمم، الهرم ما يتهزش، إمم، ما يُقعش، لإن يحُط إحنا عليكِ كلّنا عبء أكتر، طبعًا. لإنِّك أنتِ عايزة تعيّطي. فبترجعي بقى إمم، اللي هو وحاجات كتيرة جدًا، يعني خلّي بالِك من أول إن أنتِ واحدة مصرية إمم، ومسكتِ head of HR في فرنسا، إمم، والفرنساويين هناك هو أنتِ ليه، هو إمم، أنتِ فيكِ إيه، إمم، وأنتِ واحدة سِت، إمم، وخُدي بقى يعني في الmoves دي كلّها عمّالة بتتعوّري، إمم، وبعدين إيه، بتقعدي سَنة أو سنتين عقبال ما تقعدي تثبتي نَفْسِك، يعني لو أي واحد عادي بياخد الassignment وبيثبت نَفْسه ده فما آه، فيش، آه، لأ، أنتِ بتقعدي أكتر بقى إن أنتِ واحدة مصرية ومش من البلد، وساعتها ما كانش معايا كمان الnationality، إمم، فأنتِ كلّهم بقى طبعًا قاعدين بيتفرّجوا عليكِ ويالّا في وماسكين عنصرية رهيبة السكاكين بقى طبعًا، طبعًا، ماسكين عنصرية. السكاكين هتُقع إمتى؟ إمم، وكل ما بتعدّي ما تفهميش بقى الأدرينالين بيضرب معاكِ والّا إيه، بتدّيكِ قوة بتقولي إيه، لأ، وعمري في كل ال 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 أمّا الدنيا كانت بتضيق معاكِ، هي حاجة واحدة كانت بتفضل، إمم، الvalues بتاعتِك. إمم، بُصّي، هنلِف وهنرجع، طول ما أنتِ ماشية الvalues اللي حواليكِ وهيحاولوا يزقوكِ إن أنتِ تغيّري الvalues بتاعتِك، إمم، حيحاولوا يزقوكِ إن أنتِ تغيّري الطريقة اللي أنتِ بتmanage بيها، أنتِ كلمة you're different دي أنا سمعتها في حياتي أكتر ما سمعت اسمي. إمم، أنتِ you're different، إمم، طب دي حاجة حلوة والّا دي حاجة وحشة والّا دي حاجة عاملة إزاي؟ إمم، different لأ خلاص بقى يعني let's celebrate the differences. إمم، أنا I'm different تعالوا نتعامل مع بعض، كل واحد فينا مختلف. مختلف ما تيجي نعمل مجهود، ما it takes two to tango. إمم، أنا هاعمل مجهود إن أنا أتعامل معاكِ، أنتِ هتعملي مجهود إن أنتِ هتتعاملي معايا، إمم، وبتمشي، واللي عايز يطلع برّه الcircle بتاعِك يطلع برّه الcircle بتاعِك. إمم، إمم، فبتلاقي إن أنتِ وحاجات طبعًا يعني أمّا أنتِ تبقي straight forward مش كل الناس زيِّك، إمم، يعني ما إمم، يبقوش ومش زي هيبقوا فاكرين إن أنتِ straight forward بجد، هيفتكروا إنِّك بتمثّلي. بس كده. طبعًا، ولو straight forward بجد، طب ما هي أكيد بقى ما دام أنتِ straight forward بيبقى في غلطات. أكيد طبعًا. ما عندكيش إمم، الحتّة الpolitics، إمم، ما عندكيش التسويق، ما إمم، عندكيش lobbying، إمم، الحاجات دي كلّها بقى طبعًا في Europe إمم، إمم، يعني ده الcore، أساسية. ده إحنا الcore. بنروح نعمل ده مش أيوه بنشتغل. بالضبط، بالضبط تضبيط الشغل ب أهم من الشغل. الله ينوّر عليكِ. آه. طبعًا كل الحاجات دي كانت عراقيل و إيه أكتر حاجة يا حنان أثّرت فيكِ أوي مع إنِّك لفّيتِ ورُحتِ وجيتِ واشتغلتِ، بس دي بالذات كانت بالنسبة لِك شاكوش على راسِك، آمم من غير ما نقول أسامي، من غير ما نقول يعني ضربة من بُصّي، يعني أنا صحيح عملت business بس كمان الcore بتاعي HR، إمم، ف بتتعاملي مع ناس، ف وبتثقي في ناس، وبتbuilدي الثقة بتاعتِك في الناس، إمم، وطبعًا أكتر حاجة عوّرتِك لمّا يكون في حد أنتِ ساعدتيه إمم، و و وساعدتيه إن هو يغيّر الcareer بتاعه، ونقلتيه من حتّة لحتّة تانية، إمم، وساعدتيه إن هو يترقّى، وكنتِ على طول إن أنتِ يعني حابة إن أنتِ تعملي كده، وفرحانة إن هو بيكبر كده، وتيجي لِك الضربة منه. إمم، يعني دي ما ت و وبعدين زي ما بيقولوا إيه، وللأسف يعني المصريين في الغُربة، إمم، فبتبُصّي تلاقي إنها جات لِك الضربة منه وأنتِ مش مصدّقة. إمم، يعني هي المشكلة إن أنتِ لأ، أنتِ مش مصدّقة إن ممكن تكون الضربة دي جاية منّه، أكيد مش هو. كل حد بيقول لِك هي جاية منّه، إمم، وأنا لأ استحالة، ليه؟ إمم، إمم، لحد بقى ما يعني ظهرت وبانت في دي الآخر، فدي وجعتِك. وجعت أوي، أوي، آه، وجعت أوي لإنه هي الحياة كلّها الدنيا لو حد مش واخد باله هي إمم، سَلَف ودين، إمم، ما هي بتضحك لِك شوية وهترجع تقلب عليكِ إمم، كمان شوية إمم، يعني، إمم، ما إمم، هياش أنتِ في دنيا، إمم، يعني أنتِ إمم، مش في الجنة والدنيا جميلة وكل حاجة، لأ أنتِ في الدنيا، فهتلِف تلِف وهترجع تاني، ترجع بأي شكل، إمم، يعني الكلام ده كلّه بس الحاجات دي على قد ما هي وجعتِك،
على قد ما أنتِ هل أنا اتعلمتِ إيه؟ اتعلمت؟ لأ ما ما اتعلمتش، اتعلمتِ. لأ ما اتعلمتش لأ الصراحة حلوة، هنثق تاني لأ، عادي لأ جدًا، هاثق جدًا وهاتخبط تاني بس هي دي اللي آه، بتوقّف، هي دي وزي ما فيه الوِحِش بتقوّي. وفيه الحلو، إمم، يعني أحلى حاجة مثلًا إن أنتِ في ناس كبّرتيهم وكل حاجة وهُم مش عايزين منِّك حاجة دلوقتي، إمم، بس بتبُصّي تلاقيهم مثلًا ودي حاجة مثلًا وجعتني بحُب يعني، إن واحدة من بناتي وكانت معايا في الteam في الHR وكل حاجة، لمّا جه الwomen's day راحت منزّلة لي post على LinkedIn the woman عارفة لمّا اللي هو تحسّي إن إيه، لأ، في ناس برضه كويسة، ما أثّرتِ فيش في حاجة حد، مش كل مش حاجة. هافقد الثقة في حد، مش بالضبط. هاوقّع أنا ولا هامشي تفقدي زي ما الثقة أنا، في نَفْسِك. ولا هافقد الثقة في طَب نفسي إزاي طبعًا. وصلتِ لCEO في Middle East لشركة عالمية زي دي؟ يعني برضه مش سهلة، لإن وسِت لإن دي شركة رجالة. آه. يعني اللي هو بالضبط. أيوه، شركة رجولي ذكوري بحت يعني. وخلّي بالِك هي كمان إن أنا مش engineer يعني من different كمان. background والكلام ده كلّه. بُصّي هي وتملي دي باقولها الHR وأنتِ هتفهمي دي أوي. إمم، هو الHR مش function يعني إن أنتِ تبقي HR ناجحة، إمم، معناها إن أنتِ تبقي business partner ناجحة. exactly. بس دي طبعًا مش كل الناس. عشان كده باقول لِك أنتِ إمم، يعني من آه، القلائل، آه، سِبت البلد 20 سَنة ورجعت، يعني الدنيا ما اتغيّرتش ما اختلفتش أوي آه، يعني. ف أمّا يكون جنبِك business leader وبيبقى فعلًا بيعلّمِك وبتتعلّمي وأنتِ عايزة تتعلّمي، إمم، وبتثبتي نفسِك بقى إن أنا ممكن أبقى business leader، ما هو أنا ما إمم، خدتش CEO كده مرّة واحدة، إمم، لأ ما أنا خدت الstrategy الأول، إمم، خدت business strategy واشتغلت strategy وبعدين دخلت في special projects. آه، ف فالله طب ما نجرّب. آه، وبعدين وأنا فاكرة كويس أوي الinterview اللي أنا عملته عشان الشغلانة دي، قُلت لهم هو على فكرة الrisk mutual، هو إمم، زي ما أنا واخدة risk على نفسي، هو أنا مش هاقبل نفسي إن أنا أكون فاشلة في الposition صحيح، بتاعي، وأنا لو فشلت أنا أول واحدة هامشي، إمم، فأنتم واخدين risk وأنا واخدة risk، إمم، أنا مستعدة آخده على الcareer بتاعي، أنتم مستعدين والّا لأ؟ إمم، وابتدينا بقى ودي اللي فرقت أوي بقى، إن أنا ابتديت لا أنا كهربا إمم، ولا أنا عارفة الcore business بتاع الشركة إمم، ولا حاجة، طب ما أخُش من area تانية، هاخُش من الarea بتاعة الdigital والstakeholder management، إمم، فابتديت بقى أبني إمم، علاقات، العلاقات دي ابتدت تفتح business، إمم، ابتديتِ تrely هو أنتِ على فكرة مش ناجحة عشان أنتِ لازم تبقي المديرة اللي عارفة كل حاجة، إمم، أنتِ معاكِ team حلو. هو ده، بس بقى، معاكِ هو ناس ده. جميلة، إمم. ناس عايزة فعلًا تساعدِك، ناس بت 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 هم وهُم هو بيرفعوكِ، الteam القوي اللي بيرفع آه، طبعًا، يا ريت الناس وبيرفعوكِ تبقى فاهمة ومش حاسين إنه يعني هو خلاص concept إن أنت مدير وأنا ما بقتش موجودة خلاص، إمم، هو إحنا إمم، زُملا، إمم، زُملا بguidance بنحترم إمم، بعض إمم، وبنشتغل جايين مع نحقق بعض، حاجة معيّنة مع بعض. آه، فبتبقى وبتعمل بقى spirit حلوة جدًا. إمم، فطبعًا هي دي الحاجة الوحيدة اللي هي ساعدتني و وخلّي بالِك أنا ودي اللي بتأثّر أوي في النجاح، إن أنتِ واحدة عندِك ego إمم، وعايزة تعيشي في دور المدير، إمم، والّا أنتِ واحدة عندِك team spirit وعندِك collaboration إمم، وعايزين كلّنا ننجح سوا. ننجح سوا، ودي اللي بتفرق. بس يا حنان أنتِ عملتِ يعني تطوّر ماشي HR وbusiness وstrategy تطوّر طبيعي، اللفة بقى بتاعة الفن دي أنا الحقيقة مش مفاجأة، يعني آه، إيه بقى؟ بُصّي الفن ده ومعارض يعني آه. الموضوع داخل كبير جدًا وبُصّي ما ساعات أنتِ عارفة ساعات كده لمّا كنت باقعد أسمع programs وحاجات كده ويقول لِك definitely أنتِ جواكِ حاجة، إمم، بس لا إما ما كانش عندِك وقت إن أنتِ تكتشفيها أو مش مصدّقة فيها، إمم، يعني قولي talent إيه الtalent اللي عندي؟ ما عنديش إمم، talent. وقت الCovid اللي هي كانت يعني فترة عصيبة على كل الناس إمم، وعليّا أنا شخصيًا، ابتديت في اللي هو أنا لأ، ما أنا مش هاقعد، أنا عايزة في أطلع طاقة. في طاقة. طلعت بقى الأول قبل ما تطلع بالرسم ولوحات والكلام ده كله، طلعت رسم على furniture، آه، فكنت بقى باخد الfurniture بتاع بيتنا وأنا قاعدة في البيت، أغيّر بقى في ألوان وأرسم وألوّن وأعمل، فعلًا، فقُلت الله طب ما و أكمّل في الطريق ده. جالي بقى الassignment بتاعة مصر إمم، ورجعت مصر. إمم، وفضلت مكمّلة، يعني ده كان بياخد parallel مثلًا بقى كان ماشي percentage قليّلة جدًا، بس ما كنتش باعمل له ولا promotion ولا أي إمم، حاجة،
وبعدين بعد بقى ما سِبت، قُلت بقى إيه، عارفة بقى لمّا تبقي طالعة من stress وعايزة recovery، إمم، فلقيت قدّامي course إمم، بتاع art. إمم، طَب أنا ما أنا باعمل art، قُلت لأ أنا هاروح الcourse ده. إمم، رُحت الcourse وحسيت إن أنا مش فاكرة الناس اللي كانت موجودة في الcourse من كتر ما أنا عِشت مع اللوحة اللي موجودة إمم، قدّامي. إمم، وطلّعت أول لوحة، اهم، واللوحة دي كانت بالنسبة لي أنا دي الحاجة الوحيدة اللي ما بِعتهاش ومش هابيعها، إمم، لإن هي دي اللي ادّتني confidence إن أنا أكمّل، أكمّل. فابتديت بقى اللي هو ده أمتع لحظة في حياتي، إن أنا أحُط الcanvas أو اللوحة قدّامي وابتدي أرمي لقيتِ ألوان، نَفْسِك، أرمي، تحسّي بقى بrelief إمم، فظيع. يعني وعملت courses، والcourses دي ما كانش ليها دعوة بالفن، كان ليها دعوة بالwell being. أوكي. إزاي أيوه، تطلعي لإن it's part of التنفيذ بالضبط. في الصحة النفسية مهمة أوي وهو مش إنِّك مهم أنتِ أنتِ تطلّعي إيه، على landform فكرة لأ مش مهم، هو أنتِ لو مسكتِ brush الريشة، وcolors هتطلّعي حاجة حلوة. صح، مش حلو، مش لازم تبقى حلوة في نظر الناس، دي حاجة مهمة جدًا، لإن في ناس كتيرة أوي مش هتفهم لوحاتِك، صح، في ناس كتيرة أوي مش هتقول هو أنتِ عاملة إيه، ما هو أنا مش لازم أشوف البيت وأشوف الست وأشوف بنفس الشكل اللي الراجل أنتِ كل خالص. واحد ما بنظرته، يعني ما هو بالضبط، بيكاسو اتعرف بعد ما مات حتى. آه. يعني بنوتي بتقول لي: "عارفة يا مامي، أنتِ على فكرة أنتِ سايبة لنا تركة حلوة أوي." قُلت لها: "أيوه بقى هتغلى بعد أمّا." اتكلي أنتِ بس بالضبط، هتبقى worth it يعني. فهي الفكرة إن أنتِ بتعبّري عن نَفْسِك، بتعبّري على لحظة معيّنة، إمم، وبعدين ابتديت بقى الله طَب ما ناخدها further، ابتديت أنزل معارض، إمم، ابتدت بقى أنزل بقى معارض في Art Lebanon، Art Egypt، France. إمم، ولقيت إن أنا لأ، في ناس بتيجي وبتقدّر اللوحات دي إمم، جدًا، إمم، وبتيجي، ولقيت نَفْسي إن أنا لأ الbusiness طبعًا لسه بقى يعني ما هواش ما وصلش sustainable إمم، business طبعًا إن إمم، أنتِ تقدري، بس it's a business that I love. آه، ولو جيتِ قُلتِ لي هتكمّلي فيها هاقول لِك هتقولي لي هتغيّري إن أنتِ، طَب لو أنتِ جالِك corporate تاني دلوقتي هاقول لِك لأ. فعلًا، لأ، لقيتِ نفسِك، لقيت نَفْسي ولقيت صحّتي النفسية أنا أهم من كل حاجة. إمم، يعني اللي هو وكتير أوي على فكرة كانوا بيتحدّوني، يعني إمم، من قريب لبعيد يقول لي إمم، إلا بنتي، هي اللي كانت الوحيدة اللي كانت بتقول لي كمّلي في اللي أنتِ بتحبيه، إمم، بس هتزهقي، هتلاقي نَفْسِك إن أنتِ هتكبّريه وتغيّريه بشكل أو بآخر، لأ حد يقول لي هتزهقي إن أنتِ ستايل حياتِك اتغيّر. ما آه، أنتِ خلّي بالِك أنتِ كنتِ بتنزلي كل يوم الصبح، صح. بترجعي الساعة 17:00 بعد الضهر، بتخلّصي الإيميلز بتاعتِك، بتخشي تنامي بعد كده. إيه إحساسِك النهارده وأنتِ بني آدمة حياتِك تانية. آه، لأ، لأ، بني آدمة تانية، فعلًا، بني آدمة تانية لإن أنتِ إيه الحاجة الرئيسية اللي اتغيّرت فيكِ 180 درجة؟ الnetwork، الcommunity، إن أنتِ بتعملي الحاجة مش مستعجلة، مش stressed مش stressed، مش حاسة إن أنتِ عندِك كده peace of mind. طب ما كل واحدة فينا تستاهل إن يبقى عندها آه، الpeace of mind، آه، واللي بتحبيها تقدري تخلّيه business. إمم، لو أنتِ صح، فعلًا لو حطيتِ عندِك دماغِك شغف فيه. فيه خلّي بالِك هي الفترة اللي أنتِ بتتكلمي عليها دي فترة صغيرة. إمم، فترة صغيرة، بس اللي هو بقى إيه، طب مين الstakeholders، بتبتدي تعملي mapping. وخلّي بالِك أنتِ بتبتدي أمّا بتيجي تركّزي بقى في الhobby بتاعِك، أنتِ مش بتبتدي زي ما الناس أنتِ ما بتبقيش في مرحلة بداية، لإنِّك أنتِ لأ، already عندِك الcore of management فأنتِ ده هتبنيه كbusiness case بالضبط، عندِك بالضبط، الcore إمم، والmarketing وbusiness development والstrategy فأنتِ وكل خلاص حاجة. هتحطّي فبتحطّي الguidelines وبتشوقي بقى طريق آه، بالموهبة بتاعتِك، بس بتاخديها بمجال تاني. إمم، ودي الحاجة الوحيدة اللي أنا باقولها، قُلت يعني لو في أنا أي حاجة في ال360 درجة اللي أنا باقولها دي، أنا مش مضطرة إن أنا مثلًا حد بيقول لي، في ناس كتير أوي تعرفي تقول لي: "مساء الخير، أنا فلانة الفلانية مديرة شركة مش عارفة إيه." هو ده مش أنتِ، ده آه، الtitle بتاعِك، الtitle إمم، ده ممكن يبقى موجود معاكِ النهارده، ممكن يروح منِّك بُكرة. صح، هو أنتِ صح، مين؟ أنتِ أنتِ أماني مين بقى؟ شحاتة، أنتِ أنتِ مين؟ حنان، أنتِ الbrand. آه، واللي هيكبّر في نَفْسه as a brand، يعني لو أنتِ خدتِ اسمِك ده للbrand هتخلّي بالِك من كل حاجة فيه، هتخلّي بالِك من الidentity، هتخلّي بالِك من الvalues بتاعتِك، هتخلّي بالِك إن أنتِ إزاي عايزة تكبّريه وتعمليه sustainable عشان تسيبي legacy بقى، إمم، ما هي دي الlegacy. صح. صح. طيب في الخط دوًّا إيه أحلامِك في الفترة الجاية؟ حطيتِ لها معايير وبعض الخطوط والّا سايباها كده؟
طيب هاقول لِك حاجة، حاطة لها معايير وخطوط. أنا تملي كنت باعمل كده، تحطي معايير يا blueprint إمم. والدنيا بتمشي معاكِ إزاي، زي ما دي بقى زي بتمشي، ما زي بتمشي. ما بتمشي، آه، بس at least آه، شايفة ش خطوتين قدّام بس يعني. شايفة خطوتين قدّام إمم. وشايفة ال عايزة تعملي إيه؟ أنتِ عارفة عايزة تعملي إيه؟ هاريتش لمين وعارفة هاوصل لمين، عارفة الbusiness بتاعي. يعني أنا جزء من الbusiness بتاعي charity، فأنا آه. بابقى داخلة في الحتّة دي، إمم. عارفة الcore، عارفة أنتِ ماشية في أنهي طريق، عارفة مين الناس اللي هتساعدِك، عارفة مين الناس اللي أنتِ هتوصلي إمم. لهم، عارفة أنتِ واخدة الbusiness بتاعِك لأي سكة. فيها برضه على فكرة فيها corporate، بس أنا مش part of the corporate، يعني أنا هاhelp الcorporate في الحتّة بتاعة الwell أوكي. being هاhelp، أوكي. بس مش تاني part من الcorporate أوكي. بالart. آه. آه. ودي حتّة مهمة. والنهارده على فكرة الwell being الناس بدأت تفهم إن في وعي. آمم، إذا ما كانش على generations القديمة هتبقى في كل الجديد والقديم شايف إن هو لو ما خدش باله من الصحة النفسية وما قدرش يبُص على الwellness from a different perspective ويبقى فعلًا matching حياته بطريقة أسلوب حياة وليس ad hoc. أيوه. تعالي دي اتفرّجي على حالات هيروح، الburn out اللي هيروح موجودة بالضبط قدّامِك، كده، بالضبط. ومش بس burn out، أنتِ بتشوفي الجيل اللي هو بقى Gen Z. Gen Z واعيين. Gen Z واعيين، وبس خلّي بالِك هو ما فيش، يعني أنا من خبرتي بالحتّة بس بتاعة تعبانين، الcorporate دي، واعيين بس تعبانين. ما فيش آه. Gen Z بيقعد عندِك أكتر صح. من سَنة ونُص، صح. سنتين، ده لو أنتِ يعني آه. super duper. آه. وكلّه بقى يقول لِك وهنعمل program علشان Gen Z. طب ما تيجوا تعالوا نفهم الGen Z إيه. إمم. يعني ما هو الGen Z وعندِك لسه HR بت إمم. بت بيقول لك تعالَ اعمل punch in operation. وpunch out. دي مش صدقاها لسه لحد عندِك دلوقتي. Gen Z يقول لِك لأ معلش هتروحي تشتغلي من البيت، ليه مش واثقة فيكِ بقى، ما أنتِ ممكن تكوني ما أنتِ بتعملي عندِك يمين output. أنا القصة دي بالنسبة لي يعني يعني عارفة اللي هو question mark طول عمري. وشوية step ناخد الwell being وشوية نرجع 10 خطوات من إمم. طب إمم. ما إحنا لازم نبقى consistent، إمم. لا إما الجيل الجديد ده. وعلى فكرة إمم. هو بالAI الnew business model إمم. هم رايحين هم في السكة دي وهم إمم. أحسن منِّك في إمم. الحتّة دي، إمم. فالbusiness بتاعِك كشركة هيفضل قاعد وstagnant بالناس اللي ما عندهمش سوق برّه إمم. ومش هيكبروا في أي حتّة إمم. تانية، إمم. وGen Zs هيروحوا وهيفتحوا الcompanies بتاعتهم بالضبط. وهيعملوا much more عن اللي أنتِ بتدّيها إمم. لهم والsalary إمم. increase اللي إمم. بتدّيها لهم كل لو ما سنة. فهمتيش الculture آه، بتاعهم المفروض يبقى عامل آه. إزاي، ف فلازم يحصل دمج في القصة دي. فهي مش إمم. well being، وفي كتير أوي يقول لك well being أصل ده fashion، لأ هو مش إمم. ومش الwell الموضة اللي being أنتم إن إحنا طالعين بيها. نعمل يوجا وactivity. ده بنتكلم عن طريقة حياة. أيوه. ما هي طريقة الحياة اللي تقدر تخلّيك عندك ثبات نفسي وثبات انفعالي، وتقدر تبقى شايف دنيتك تبقى عاملة إزاي وما تتأثّرش وتاخد بالك من المحيط بتاعك، لإن أصل وتعملوا قصص كتيرة بالذات في وbalancing بقى. الستات بيحصل لهم ups and downs رهيبة، وsorry والرجالة برضه يعني على فكرة يعني ما أيوه، بقاش ونسبة ستات بس. الفشل في الحياة اللي هو بقى كتير للشباب. جدًا، جدًا. ما هو يا جماعة، طب ما هو أصل أنا يعني ما قانون، يعني إمم. الحمد لله غيّروا قانون العمل والmaternity ويعني إمم. الدنيا أحسن. بس أمّا أقول لحد أنا عمري يعني ما شُفتها إن في مدير بيقول مثلًا للsubordinate لأ معلش وأنتِ ناوية تخلّفي أول ما يعني حاجات غريبة جدًا من جدًا. زمن. هتخلّفي والّا ليه؟ تتجوّزي والّا إيه طب في إيه إيه؟ حياتِك؟ طب ما أنتِ مخطوبة، طب آه. وبتبقى selection، تبقي آه. في الinterview أصلها مخطوبة، طب ما هي لأ أصلها هتتجوّز. هتتجوّز. إيه يا جماعة؟ 30 سَنة خلاص لورا دي، بقى، خلاص يعني عشان كده خلّصنا باقول لِك المرحلة دي. اللي هو رُحتِ ورجعتِ، في حاجات اتغيّرت بس في حاجات ثابتة. بقى بتتوارث. أيوه بتتوارث. لأ لسه، بس إحنا يعني في تطوّر أكيد وفي اختلاف. ولازم يعملوها لإن هُم ما هو أنتِ خلّي بالِك الoptions بقت قليلة. إمم. يعني وتعالي كده دَوّري حتى في السوق الexperts بتوع الcultural transformation لأ قليل مش جدًا. عايزين يشتغلوا في corporate، لا، لأ هُم قليل. عايزين يبقوا independent. independent. أصل بس. خدي بالِك وأنتِ في corporate برضه أنتِ بتبقي متحجّمة، لإنِّك ما بتقدريش تعملي القصة دي 100%. وبعدين شوفي أنتِ اشتغلتِ في corporate قد إيه يا أمينة، لأ وأنا بنقعد اشتغلت في corporate قد نحارب إيه. عشان نقدر نعمل culture transformation يعني لمّي بقى مش. كل الشركات، إمم. الاختلاف ضئيل، إمم. نفس المشاكل اللي لأ هي بتواجهيها المشاكل واحدة، ونفس سواء كانت local والّا international هي نفس البني آه، آدمين. وعلى فكرة
أنا اشتغلت في بلاد عديدة أيوه، فهم نفس هي يعني سبحان هياها، الله، نفس الله المشاكل يا ربي برضه. أنتم برضه أيوه، وإلى بقى بتشتغلي consultant بقى أنتم كمان، برضه مش يعني touch طبيعي، down بتشوفي إن هي نفس بالضبط، المشاكل. طب ما هي وبعدين هي يعني ما هي الleadership، إمم، الleadership يا إما غيّرت، إمم، يا إما هنفضل إمم، هناخد الشغل اللي بيتعمل بالconsultants ده إن هو تهريج يعني، إمم. إن هو بس أكل طب إيه عيش. الtip اللي تدّيها للجيل الصاعد الواعد أيوه. علشان يقدر يوصل للي هو عايزه؟ مش شرط يوصل بالcareer زي ما أنتِ وصلتِ كده، ممكن على حسب هو عايز إيه، بس لو هو ده الtrack اللي بيفكّر فيه، إيه الdo's and don'ts؟ أول حاجة follow your passion don't follow the trend. إمم، يعني دي أول follow يعني follow your passion. هو أنت بتحب تعمل إيه؟ وباقعد كتير أوي، يعني عايزة أقول لِك إن أنا أعيل مما تتخيلي، يعني إمم، أنا الpassion بتاعي إن أنا باقعد مع الyoung generation Gen Zs وأقعد أعمل لهم coaching. This is بقى my إمم، favorite moment إمم، اللي هو what follow your passion. طب أنت بتحب تعمل إيه؟ إمم، أنت ما تقولش أصل الtrend ماشي إن إمم، أنا لازم أخش في الfield ده، في إمم، الbusiness development. is this is your passion؟ إمم، يعني fintech وبتاع وأنت ما بتحبش إمم، الmath do you want to enter into this إمم، والّا أنت ممكن take it step by step. إمم، لإن كل step بتsolidify بس هُم مستعجلين. ما هو إمم، استعجل. على فكرة أنا مثلًا أنا خدت كنت باخد في الassignment زمان، كنا بنقعد في الassignment 3 سنين، 4 سنين، إمم، عقبال ما ننقل الassignment بعدها أو إمم، عقبال ما نشوف promotion إمم، أو whatever. لأ هي ما تعملش كده. إمم، خُد واتعلم وcapitalize على الexperience. بس ما لإن على قد ما بيبقى في projects ناجحة، إمم، على قد ما بيبقى في برضه projects إمم، واشتغلت مع startups كتير جدًا. إمم، startups أنتِ في الأول بتقولي أنا عندي الknow how وعندي إمم، project جميل جدًا. إمم، في الآخر بيبقى ناقصِك حاجات كتيرة، عناصر كتيرة أوي، بيبقى إمم، ناقصِك الstakeholder management، إمم، بيبقى ناقصِك إن أنتِ approaching الsegmentation بتاعة إمم، الحاجات دي هتتعلميها من الcorporate. إمم، فtake it، take the best of it وبعدين build your own career، إمم، بس take it step by step. إمم، قصّر الstep، ما باقولكش اقعد فيها سنين، بس بس خُد the understand best out of it. وخُدها take the best إمم، out of it إمم، وdon't وإيه اللي compromise. ما يعملوش؟ don't compromise. بمعنى بمعنى إنه إن أنا باشتغل في الcorporate بيبقى في compromising كتير أوي، whether compromising علشان إن أنا آمم أرضي، أرضي إمم، أو أو أكبر، على حساب ناس تانيين. إمم، الحاجات دي عمرها قصير أوي، إمم، والحاجات دي like it or not بتفضل لازقة فيك أو فيكِ كشخصية. كlabel بقى، يعني أمّا بتقولي في أسامي معيّنة أمّا بنيجي نتكلّم عليها والcommunity بتاع الbusiness صغيّر قد كده إمم، irregardless. إمم، لمّا بتقولي الشخصية دي في reference إمم، يقول لِك لأ ده this is not جدع، a team ده player. مش جدع، this is ما تاخدوش كلامنجي. إمم، بعد كده خلّي بالك أوي من ده، إمم، لإنه short term هيمشي long إمم، term مش هيمشي خالص، إمم، وهتعمل reputation. بعد كده هتبقى level of trust. أنا مش هاتعامل مع الشخص ده، مش ستي مش هاقول إن أنا هاتعاين، هتفتح إمم، الbusiness بتاعِك، مش هاتعامل معاك أنت كbusiness إمم، لإن أنا عارفة مين صاحب الbusiness ده الbrand إمم، بتاعك أنت. إمم، أنت اسمك دلوقتي بقى هو الbrand وبقى هو at stake. وبتبنيه وأنت صغير حتى، إمم، فالحتة دي على قد ما يعني السرعة ممكن تخلّينا نcompromise على حاجات، إمم. بس على الlong term بتخلّينا نخسر أكتر. حنان أنا سعدت بيكِ جدًا، أنا أكتر ومبسوطة يا أوي، أماني أوي، والله. أوي، مش عايزة البودكاست يخلص، عايزين نخش ما في إحنا هنخلّص البودكاست ونكمّل. ونكمّل. ونورتيني، وأكيد لينا لقاءات أخرى، ونشوفِك جوّه المعرض، آجي لِك بقى في المعرض وأصوّر هناك، تنوّريني يا لازم إن حبيبة شاء الله قلبي إن عشان شاء نتفرّج على الله. الفن الجميل ونصوّره ونحطّه برضه كpromo إن شاء الله والله معانا. thank you يا أماني for the بجد يعني ده opportunity. thank you إن أنتِ جاية لي من آخر الدنيا يعني، بجد ميرسي جدًا. حبيبة قلبي thank you thank you حبيبتي. very much. أحلى حنان هنختم بيها حكايتها بودكاست، وأشوفكم تاني في حلقة جديدة.